السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. قبل ما نبدأ الفيديو يلا نسمي الله ونستعين بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة اليوم بتاعنا تحفة جدا، روتين مليان. بصي، لو انتي قاعدة كسلانة هتتشجعي معايا، يعني هتتشجعي، هتقومي يعني هتقومي. يلا بينا نشوف احنا الفيديو بتاعنا النهاردة بنتكلم عن ايه او بنعمل ايه. انا دلوقتي بعمل لحمة. دي بقى طريقتي في تشويح اللحوم. انا عامه بحب اشوح اللحوم والفراخ والارانب بقى وكده. انا بحب اشوح اللحوم جدا، بتخلي الطعم يروح في حته تانية. جربوا كده انك تشوحوها ومبتاخدش وقت خالص على فكره. انا الاول حطيت معلقه سمنه بلدي، ولو اللحمه بتاعتك دسمه ما تحطيش سمنه خالص، بس انا بحب بصراحه اشوحها في سمنه. فحطيت معلقه سمنه واحده بس، نزلت باللحمه، اخدت صدمه كده اهي. فبقلبها على الوش التاني، وبعد ما تاخد صدمة على النار طبعا عالية بقوم نازلة بايه، بحبهان وبكبابة صيني. يعني فصين حبهان كده، فصين كبابة صيني، كام ورقة لوري بتاع 3 4 ورقات ولا حاجة. وبنزل بقى كده دلوقتي بالفلفل الاسود والكركم. بصوا التوابل دي بتودي الطعم في حتة تانية خالص. كميات بسيطة جدا على فكرة. توم باودر وبصل باودر، وكمان هنزل ببابريكا. ولو بتحبي الحاجة سبايسي شوية، الأكل سبايسي شوية، انزلي برشة شطة بسيطة كده. كل ده على فكرة ذرات ذرات بسيطة خالص، مش بتنزلي بكمية، يعني مش بتنزلي مثلا بربع معلقة وبتاع، لا، حاجات بسيطة خالص، طرف المعلقة كده مثلا. تمام. زي ما قلت لكم نزلنا بكبابة صيني وحبهان وورق لوري. التوابل ايه بقى؟ فلفل اسود وبابريكا او وكمان شطة لو عايزة، توم باودر وبصل باودر وكركم، بس كده. وبنزل بقى إيه الناحية التانية، بقلب اللحمة الناحية التانية عشان هعمل ايه، هنزل بقى عليها دلوقتي. بس طبعا بعد ما تاخد النكهة تنزل النكهة بتاعتها، وكمان تتبل حلو خالص كده بالتوابل. هنزل بايه بقى؟ هنزل التوبينج بتاعنا اللي هو عبارة عن بصلاية وطماطماية، بس كده. على فكرة لو عندك قرفة خشب حطي عود كده، العود الصغنن خالص بيخلي اللحمة، بصوا اللحمة صديقة القرفة اصلا. يعني في حاجات كده توابل معينة، زي مثلا الاسماك، السمك صديق الايه، الكمون. اللحمة صديقة القرفة جدا، بتبقى حلوة قوي قوي معاها، وتودي طعم اللحمة في حتة تانية خالص. فدلوقتي خلاص نزلت اهو بقى بالخضار بتاعنا اللي هو طماطمية وبصلاية بس، وقلبتها على الناحية التانية عشان طبعا طعم البصل ينزل على اللحمة، وكمان الطماطم. جربوا يا بنات بجد، الطريقة دي تحفة جدا بجد، والله العظيم هتخليلكوا الحاجة فظيعة، طعمها تحفة على فكرة. كمان حلوة قوي في الفراخ البيضة، عشان البنات اللي بتشتكي إن الفراخ البيضة بتطلعش معاها شوربة يعني حلوة زي البلدي، لا جربوا كده الطريقة دي في الفراخ البيضة، هتخلي الشوربة طعمها فظيع اكنها بلدي بالظبط. بس كده. بعد ما اتشوحت خلاص معايا اهي وخدت صدمة على الوشين، هنزل بايه، بحبة مية مغلية تنزلي الصوص كده اهي. خلاص كده. وبعد ما تاخد غلوة بسيطة، هي كده كده اصلا المية نازلة مغلية على اللحمة، تاخد غلوة بسيطة. ممكن بقى تشيلي اللحمة، تنشيليها كده من الشوربة وتسقطيها في بقية المية المغلية اللي انتي غليها اهي، زي ما انا عملت كده. او ممكن تاخدي تشيلي اللحمة وتحطيها في طبق على جنب كده، او تسويها بحبة شوربة صغيرين، وتاخدي بقى التوبينج ده او الصوص اللي نازل من اللحمة ده وتعمليه بمكرونة، مكرونة بوايت صوص. دي هعملها لكم في مرة تانية، بجد هتبقى فظيعة وهتبقى وجبة حلوة جدا. تمام. دخلنا بقى على المطبخ بتاعنا وروتين الرغاوي بتاعنا النهارده. بصوا احنا مش هنطلع من المطبخ كده إلا لما ايدينا تبقى بايشه خالص. فانا دلوقتي بعمل ايه، بغسل بقى اول، بصوا دي كده في مدخل المطبخ عندي الرخامه دي جنب الحوض. فاول حاجه ببتدي بيها الرخامه دي، عشان احس كده ان انا عارفين مرتاحه كده ونفسيتي حلوه لما بشوف دي كده ما عليهاش اي حاجه خالص، تبقى فاضيه كده ونظيفه، بتفتح نفسي بقى على ايه باقي الشغل. فخلاص خلصنا الرخامة الأولانية دي، وهدخل بقى على المواعين دي. على فكرة طلعت لي بس من الغدا. أنا في اليوم ده كنت عاملة
النهارده يعني عامله لحمه وكان عندي طبق لوبيا من امبارح، وكمان عامله رز بشعريه. بس طبعا ما عملتش معاكم غير اللحمه بس عشان اوريكم طريقتي فيها. الحاجه التانية كده كده كنت عامله اصلا اللوبيا كانت عندي، والرز مش محتاج يعني ان انا اعمله معاكم، فكنت خلاص عملته. فطبعا كنت غدينا بقى، ودي المواعين اللي طلعت من الغدا. انا عندي الحنفيه بتاعه الفلتر مش عارفه الفتره دي بتنقط كده، عشان كده حطلها العلبه بتاعه الشوكليت الخلص اللي هي خلصت دي، حطاها يعني عشان تنقط ميه عليها وكده، عشان ما تقعدش كل شويه ببقى منشفه الحوض وابص الاقيه اتغرق بسبب الحنفيه. فهنا بقى يلا بعمل ايه، بغسل الرخامه بتاع الحوض. انا بحب قوي لما اجي اغسل المواعين تبقى الرخامه بتاعه الحوض دي نظيفه جدا، واحط عليها المواعين كده كده هتتغسل يعني، فبحط عليها المواعين وهي ايه نظيفه، الرخامة بتكون نظيفة يعني. برضو دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتحفزني جدا وبتشجعني ان انا اكمل بقية غسل المواعين بنشاط كده. فهي الرخامة بتاعتي نطفت وبقت جميلة، هبتدي بقى ايه على اغسل بقية المواعين. انا دلوقتي بغسل الحنفيات كمان، بحب برضو شكلها وهي بتلمع قدام عيني كده، فبغسل الحنفيات اهو. وكمان كنت عندي الصفايه بتاعه الاطباق دي، او بصوا انا كده كده في المطبخيه بصفي الاطباق والكوبايات وكده، انما دي بعملها مثلا للطاسات بقى، الغلايه اللي انا بعمل فيها اللحمه دي، المصفى، الحاجات اللي هي الكبيره فاهمين، فبصفي بيها، بصفي عليها يعني، بصفي عليها الحاجات اللي هي الكبيره. ده لو المواعين مش كتير، لو المواعين حاجه بسيطه. على فكره النور كان قطع هنا، فما صورتش معاكم بقيه باقي شوية حاجات، باقي شوية مواعين كده في الأول كنت أنا خلصتهم على ما المية خلصت خالص بقى، فصلت لي خالص عشان طبعا المية متطلعش إلا بالموتور والكهرباء كانت قطعت. ف... فعشان كده مصورتهاش معاكم. أما النور جه بقى دخلنا كملنا باقي الروتين بتاعنا. كنت بقول لكم لو المواعين حبة صغيرين بغسلهم كده وانا واقفة، ولو حاجات كبيرة بصفيها على المصفى اللي هي الحمرا دي، الصفاية دي. اما طبعا لو كتير بقى بشغل الغسالة واقوم حطهم فيها. وبرضو دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتسهل عليا جدا. ربنا يرزق يا رب كل اللي محتاجها بيها ويبارك لي فيها يا رب. هنا بقى دخلت على الرخامة التانية الكبيرة اللي هي بتاعة المطبخ، تطبيقة المطبخ، برضو دعكتها كده. بصوا انا بحب لما ادخل المطبخ ادعك كل الرخامات واشيل اي حاجة عليها واحطها في الحوض طبعا، وبعد ما تلاقي المطبخ حواليكي بقى نظيف كده والبوتاجاز اتغسل وكل حاجة بقت زي الفل حواليكي، اخر حاجة بقى بقوم عاملاها المواعين، بقوم بقى واقفة على رواقي كده واقوم غسلة المواعين بتاعتي. هنا بقى كنت غسلت رخامة خلاص اهو، جبت الفوطة نشفتها، صديقتي دي معايا في المطبخ بحب استعملها في كل حاجة، هي ميكرو فايبر كده حلوة قوي. فهنا كنت برضو التوابل دي على فكرة من كام يوم كنت غسلاها كلها، العلب دي كنت غسلاها، الازاز دي كلها، وكنت رامية القديم عندي رميته خلاص، والتوابل دي كنت جايباها جديدة، بس طبعا ما صورتش ده معاكم عشان كنت تعبانة يعني، كنت عايزة انجز لان ريحة التوابل بتتعبني جدا. انتوا عارفين يعني اللي متابعني من زمان عارف ان انا عندي حساسية جيوب انفية وصدر، فطبعا ريحة التوابل بتبقى نفاذة قوي فبتتعبني. فعشان كده ما قمت انا عاملاها يعني مع نفسي وبسرعة كده، لان انتوا عارفين طبعا وقت التصوير بياخد وقت، مش زي لما تعملي حاجة كتاب من غير تصوير بتخلص معاكي على طول. فانا كنت غاسلة بقى التوابل، العلب بتاعة التوابل دي الازاز، وطبعا سايباها تتصفى وتتعقم حلو خالص. وبعد كده اما نشفت عبيت فيها التوابل بقى ورصتهم كده في علب فاضية، زي ما لو انتوا واخدين بالكم مش محطوطة في مكانها، دول انا شايلاهم عشان انا يدوب حاطة بس اللي انا محتاجاه من التوابل، والباقي اللي انا مش محتاجاه بقى خلاص ما مش حاطاه يعني، شايلاه عشان ما يتوسخوش. فيدوب بس كانت محتاجة ان هي تتلمع بس بالفوطة كده وخلاص، وحطيتها تحت الميكرويف. تمام. هنا بقى يلا دخلنا على المواعين والمعركة الكبرى. الطاسة دي يا بنات هي دي نيو كلاين، بس تحفة 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 ما شاء الله بجد، نيو كلاين حاجتهم حلوة جدا، الماركة دي بجد تحفة. فعلى قد ما اقدر بحاول احافظ عليها بايه، ان انا لما باجي مثلا عشان اطلع منها الدهون ما بغسلش طبعا بسبونشة خشنة ولا حاجة، سبونشة ناعمة كده. على فكرة انا بقولكم ان انا كنت في الاول كده كنت جايبة سبونشة جديدة دي للكوبايات بس، ما بغسلش الكوبايات بالسبونشة بتاعة المواعين، بغسلها بالسبونشة اللي هي الاسفنج دي وفيها الغلاف الاخضر ده، بس مش حلوة خالص طبعا. انتوا عارفين اول غسلة اول ما تحطي بصوا في انواع منها حلوة بس ما بصراحة ما صدفتنيش لحد دلوقتي.
ما قابلتنيش منها هنا خالص في بلدنا في مصر، في المحلة يعني. كانت بتجيلي من السعودية، كان اخويا بيجيبها لي. الاسبونشة اللي هي بتاعت السعودية طبعا، لا محملة كده وماسكة نفسها، والغلاف الاخضر ده بيفكش لانه بيبقى ملزوق، لا ما بيفكش، حلو خالص. انما مش موجودة منها هنا في مصر، الله اعلم، ممكن تكون موجودة بس ما عثرتش فيها، انا ما لقيتهاش. فالمهم يعني ان انا الاسبونشة دي بعملها الجديدة دي، بغسل بيها الكوبايات بس. بخصص انا على فكرة اللي هي الزرقاء دي لغسيل الرخام، والحمرا دي للمواعين، وساعات والبوتاجاز. يعني لو في حاجة محتاجة مثلا لازقة مني او كده على البوتاجاز، بعمل باللي هي الحمرا دي. والاسبونشة طبعا الصفرا دي للكوبايات، كنت جايباها طبعا جديدة وغسلت بيها الكوبايات. اول حاجة لما ببدأ في شطف فيها ببدأ بالكوبايات برضو عشان تحافظ على لمعتها كده. وده الطبق بتاع الميكرويف، برضو قلت اغسله، بما اني كده كده بقى ابتديت حملة النظافة. انتوا عارفين على فكرة دي اول بقى تجهيزات الشتاء، تنظيفات الشتاء بقى. فيلا كده الواحد قال يبتدي كده في المطبخ او الحاجات اللي فيها مية بقى ورغاوي وكده قبل الدنيا ما تسقع شوية. فلسه عندنا النشاط بقى موجود، فقلت يلا بينا ويلا شجع حبايبي برضو يقفوا معايا كده ويخشوا، يلا شغلوا بقى. اللي متابع يلا شغلوا الفيديو واعملوا حاجة سخنة كده جنبكم، ويلا قوموا اتحمسوا واشتغلوا في المطبخ. والله العظيم ما هياخد منكم وقت خالص على فكرة. خصصي لنفسك مثلا كل يوم ساعتين ولا حاجة، قولي انا في الساعتين دول هنجز نفسي. واعملي على فكرة عادي، اعملي تايمر، اعملي تايمر على التليفون عندك، وقولي في الساعتين دول انا هقوم يعني عارفين اللي هو مش حاجات على الوش كده، لا حاجات عميقة بقى، تنظيفات عميقة كده، عشان طبعا في الشتاء انتوا عارفين بتبقى يا دوب الواحدة تخلص شغلة بيتها كده و... وطبختها وكده، بتبقى متلجة، بتبقى عايزة تقعد تحت البطانية تتدفى. فطبعا الحاجات العميقة دي نعملها امتى؟ دلوقتي بقى قبل الدنيا ما تسقع علينا ونبقى قاعدين كسلانين. فقومي يلا تشجعي، ما تستنيش، تستني خلاص شوية بتاع شهر ولا حاجة، وممكن اقل على فكرة. هو الجو حاليا مش مستقر اصلا، شوية تلاقوه حر وشوية يبقى فيه قرصة سقعة كده بالليل، بس لحد دلوقتي الجو مش مستقر. ففجأة هتلاقوه الشتا دخلة جامدة علينا كده، وهلا علينا هلا حلوة. فانجزوا بقى كده نفسكوا يلا وقوموا تشجعوا. على فكرة انا الحمد لله اللهم لك الحمد خلصت من السجاد، وديته مغسلة كله كله كله، لان انا كان عندي السجاد بتاعي والغيار كمان الاتنين محتاجين يتغسلوا. فوديت كله بقى الحمد لله، وجالي اهو متغلف زي الفل. مستنيه بس الدنيا تبتدي تسقع شويه عشان نمسح المسحه العميقه ونفرش بقى، نفرش مع بعض ان شاء الله باذن الله. يعني هنعمل حاجات حلوه جدا جدا مع بعض الفتره الجايه باذن الله، جايالكوا بمواضيع وروتينات هتعجبكم جدا، وحاجه مفاجاه انتظروها في الفتره الجايه ان شاء الله، مفاجاه حلوه قوي راجعالكوا بقوه ان شاء الله، راجعالكوا بقوه كده. هنعمل مع بعض حاجات حلوه قوي ومفاجآت ومحتوى مختلف كده ان شاء الله يبسطكم جدا. يلا هنا بقى هوريكم، خلصت خلاص الميكرويف اهو، انا غسلته بالسبونشة بس على فكرة، اللي هي الناعمة دي بتاعت الكوبايات. غسلته عشان طبعا ما يتجرحش من جوه، هو بس بالسبونشة، واصلا كان نظيف يعني. والفوطة قمت منشفة الاول، مسحت خدت تلميعة كده، وبعد كده قمت جايبة فوطة ناشفة خالص وقمت منشفة بقى من بره ومن جوه كله. دلوقتي بقى غسلت خلاص اهو السبونشات بتاعتي، وكمان الحوض اهو، يعتبر الحمد لله كده خلصت. طبعا لما باجي اغسل الرخامة بغسل اللي هو حوالين الحنفيات كده، والشديد بالمساحة بتاعة الرخام حلوة جدا على فكرة، ما بتخليش نقطة مية على الرخامة. واخر حاجة بقى قلت اغسلها الحوض، عشان كده خلصت خلاص من الجنب ده خالص. وبرضو زي ما قلت لكم ان انا بغسل الحوض بالسبونشة دي، هي مش خشنة قوي عشان برضو ما تجرحش معايا الستانلس بتاع الحلة بتاع الحوض. غسلته اهو، وبعد كده هقوم اخر حاجه بقى داخله عليها البوتاجاز. انا كنت غاسله البوتاجاز اصلا من كام يوم يعني، انا ايدي فيه على طول بنت، ما بسيبوش لما يتبهدل. عشان كده انا مش هغسل معاكم الحوامل ولا العيون، لان كده كده هم نضاف اصلا. انا يا دوب بس بغسل القاعده بتاعه البوتاجاز، عشان كنت النهارده عامله طبعا لحمه وطرطشت تمام اما كنت مشوحاها يعني معاكم.
فطرطشت، فده اللي خلاني هغسل البوتاجاز اهو شايفين. وبقايا رز بقى، فرفيت رز وكده. بنت خالتي كانت عندي وهي اللي غرفلنا ما شاء الله، ربنا يبارك فيها، عروسه جميله، وهي اللي عملت لنا الرز النهارده. فغرفت بقى وكان في فرافيت وكده. فهو قلت بقى اما اغسل معاكم البوتاجاز، القاعده بس بتاعه البوتاجاز والحوامل كده كده نظيفه، وبرضه العيون معايا كانت نظيفه، يدوب بس هلمعها بالفوطه وخلاص. جيت ارش بالسترس صديقي ده، ما بقدرش استغنى عنه بصراحه في اي حاجه. لقيت البامب بتاعه مش بترش، مش عارفه ليه. فخلاص كده خلصت البوتاجاز اهو. يومنا النهارده كان معاكم كده، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا. الحمد لله الدنيا نطفت وبقت زي الفل اهي، وده روتيننا النهارده خلص. متنسونيش في دعوه حلوه، ولو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك يا بنات، عشان ده اللي هيرفع الفيديو ويخليني استمر معاكم. وانتظروا المفاجآت في الفتره الجايه. وبس كده خلصنا اهو. الميكرويف نضف، البوتاجاز، الرخامات، الدنيا بقت زي الفل. مع السلامه.